السلام عليكم. النهارده هنعمل طريقة فراخ حلوة جدا هيحبوها الأطفال. وأول حاجة معانا هنعمل المحلول المائي اللي هنحط الفراخ ليلة كاملة فيها. وأنا بعمل المحلول ده بعمله لفراخ كاملة، وراك أي أجزاء من الفراخ بعملها. هكتب كل حاجة في الكابشن. وبعد كده دي مية سخنة، ودي لازم ضروري. أول ما بشم رواح العطرية اللي أنا حطيتها بحط بقى الفراخ دي بخرمها. طبعا لو فرخة كاملة طبعا ما بعملش كده. بعد كده بقى هغطيها واحط عليها مية عادية لغاية ما تغطي الفراخ بتاعتي دي خالص. بعد كده احط ليمون وقشر ليمون، وهسيبها زي ما قلت لكم ليلة كاملة في التلاجة. بعد كده بقى لما سبتها ليلة كاملة في التلاجة زي ما انتم شايفين طلعت كل لو فيها دم طلعته، المزلقة اللي بتبقى فيها خلاص كده. بعد كده صفيت الفراخ بتاعتي من الحاجات اللي كانت فيها، وهتبلها. عندي بقى معلقة كبيرة من الصلصة وشوية البهارات بتاعتي اللي هكتبها لكم برضو، ومية البصل، وده دبس العنب، وممكن دبس رمان، كمان شوية زيت. بعد كده بقى هحط الكلام ده كله وادعكه بالفراخ وهسيبه ساعتين 3. وعندي بقى بطاطس كده صغيرة هقطعها بالنص وهسيبها تتسلق نص سلقة. بعد كده هجيب خلة السنان كده صغيرة، هحط كل واحد بطاطسية 3. وبعد كده بقى هجيب الفراخ بتاعتي اللي متبلة وهدخلها كده زي ما انتم شايفين الخشب في الفراخ. بعد كده بقى ما بخلص الكمية بحطها في الفرن. طبعا البطاطس ما بتبلهاش، الحاجات بتنزل من الفراخ وهتديها الطعم. وزي ما طلعت كده معايا اتشوت الفراخ كويس جدا وبقى طعمها تحفة. عملت شوية رز معاها، وادي البطاطس استوت تماما، لان احنا اصلا مسبقا كنا مسوينها نص سوا. البطاطس طعمها حلو جدا واخدت شوي من فوق كده، وطعم الفراخ، والفراخ كمان استوت جدا من جوه. بجد جربوا الوصفة دي حلوة جدا، والاطفال هيحبوها جدا جدا، وطعمها لذيذ جدا جدا جدا. حكاية الطعم فعلا حكاية. اشوفكم في وصفة جديدة، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. باي باي.